للاسف تم تاجيل اول ضحيه قضيه الدباغ للجوله الثالثه. هو ايه الماتش اللي بذكريات ريحه الموسم اللي فات ده؟ ولسه بدري على ما اقول المدرب ده حلو او وحش، ولسه بدري على ما احكم على المدرب، ولسه كل الحوارات دي اخر موسم ودي المدرب فرصته، وكل الشغل ده انا متفق بيه تماما، بس في براهن وادله بتقول لك انت ماشي صح ولا غلط. انت حاليا انت ماشي غلط. انا من الماتش اللي فات لما عملت الفيديو، اللي سمع الفيديو الماتش اللي فات، قلت برضو ان الزمالك لسه عايز شغل كتير قوي قدام بالذات، بس لسه عايز شغل. المدرب الفرقه ما اطمنش. النهارده الكلام بتاعي بيتطبق ان الزمالك لسه عايز شغل كتير تاني اكتر من الماتش اللي فات بقى. انا عايز اعرف ايه العشوائيه اللي بنلعب بيها دي. لو قاعد النهارده انت بتتفرج على الماتش، انت مش هتشوف هجمه واحده احنا متدربين عليها، او تقول الجون ده او الهجمه الخطيره دي احنا متدربين عليها النهارده. يا ابن اللعيبه هنيك فريرة حلو قوي الشغل ده. لا مفيش اي حاجه، ولا اسلوب لعب، ولا هجمات خطيره، ولا حتى كور متنفذه متدربين عليها، ولا اي حاجه. مفيش اي شكل للزمالك في الفرقه. كل لعبك عشوائي عشوائي. وبالذات بقى اكتر حاجه بكرهها في الدنيا كلها لما نكون متعادلين او نكون خسرانين ويجي اخر الوقت نفضل نعلق في كور نعلق في كور نعلق. طب انت بتعلق في كور لمين؟ انت بتعلق كور عاليه لمين؟ انت شايف السردباكين بتوع خط دفاع المقاولين كله اصلا بالحارس كلهم 5 متر. تلعب كور عاليه لمين بقى؟ و100% اخوان الفينا ده بتدرب معاك مش اقل من 4 ايام، و100% انت شفته في التدريبات عامل ازاي. النهارده اول ما نزل اول كره يلمسها كده عمل كده بس وداك عند الجول، لم الاثنين ودخل عند الجول، نقلك نقله انت ما اتنقلتهاش من اول الماتش. فانت ليه سايبه من اول الشوط الثاني؟ مفيش حاجه اسمها انسجام واصله راجع هياخد الفرقه، مش حاجه اسمها كده. الواد اول ما نزل كلك الدنيا. اخر السيزون ده انا هو انت اهو دوت هيبقى نجم السيزون كله في الدوري المصري، مش نجم الزمالك بس، نجم الموسم كله. والدوري بينا وهنشوفه هفكركم. نسيبنا بقى من خون 2000 نخش على الجبهه الثانيه. انت بتلعب ناصر ماهر وينج ليه؟ هل انت شفت الماتش اللي فات لما لعبت وينج ولا الشوط الثاني لما دخلته في عمق الملعب شفته عمل ايه؟ انا نفسي افهم، نفسي اعرف مين اللي اقترح عليكم تلعبوا ناصر ماهر وينج؟ ناصر ماهر 10، ناصر ماهر في عمق الملعب، ناصر ماهر خطوره ناصر ماهر كلها، كل خطوره ناصر ماهر في عمق الملعب، لما يروح للجون بوشه، لما يمسك كوره في المساحه اللي قدام، هو اللي عارف يفك لك التكتلات الدفاعيه. بتلعبوا وينج ليه؟ لا وكمان انت ملعبه وينج مش على عدلته اصلا، ولما جيت تنقله قمت موديه وينج برضه، والجمهور هيطلع اصلا ناصر ماهر بيلعب وحش. يا ابني الحقيقه انت تتفرج، انت شفت هو بيلعب ازاي اصلا؟ انت شفت هو بيلعب فين؟ الظروف اللي بتخلي اي لاعب يتالق ان يكون في فرقه. يا عم مش هكلمك على اجواء الفرقه ولا كل الحوارات دي يا عم، ابسط حاجه يلعب في مركزه في الملعب. هل ناصر ماهر كان بيلعب النهارده في مركزه اصلا؟ طب هل كان بيلعب على عدله رجله؟ وعبد الله السعيد برضه انت ملاعب عبد الله السعيد 10، بس عبد الله السعيد بقى عنده 40 سنه. 40 سنه. عبد الله السعيد كان مهم للزمالك قبل ما نجيب ادم كايد والرجاله اللي جبناه في خط النص دي. ليه؟ عشان احنا كانش عندنا خط نص اصلا، فكان عبد الله هو اللي عامل لك الطفره في نص ملعبك. طب دلوقتي انت جبت ادم كايد ده ما يلعبش وينج. انا قلت في الفيديو اللي فات انه يلعب وينج او 8، لا انا بسحب كلمه وينج دي بقى، انا اسف. ادم كايد يلعب 8. ادم كايد خطورته كلها برده زي ناصر ماهر وهو رايح بوشه على الجون في نص الملعب. كل خطوره ادم كايد، كل بصاها، كل هجمه، اي جمله او اي كره هو راح لك بيها الجون او عم صنع لك بيها خطوره كانوا لما نزل في نص الملعب. مفيش كره النهارده ادم كايد عرف يصنع منها حاجه وهو بيلعب وينج. كل خطورته لما كان بينزل بيسحب نفسه بينزل على الدايره في نص الملعب. فانت بالتالي بقى عايز تلعب عبد الله السعيد يبقى ادم كايد على الدكه. حل حلو قوي في الشوط الثاني لما عبد الله يتعب، لان قلت برضه في الفيديو اللي فات ان عبد الله استحاله يديك ال 90 دقيقه، استحاله. بقى عنده 40 سنه، انسى يا اسطى، حكم السن برضه له عامل. فعبد الله يلعب شوط انا ما عنديش مشكله، نزل ادم بداله بقى في الشوط الثاني. عايز تريح عبد الله ابدا بادم. الثلاثيه بتاعت دونجاري انا مش عايز اشوفها تاني. والنهارده برضه طب نلعب طب يا عم يا ريتك ملاعب عبد الله اصلا على الدايره، لا طب نلعب عبد الله 10. انا قلت لكم قبل كده ان انسب مدرب استغل عبد الله السعيد هو جوزيه جوميز. هو جوزيه جوميز انسب واحد استغل عبد الله السعيد. عرف اول ما جه يا معلم قال لك ايه؟ قال لك انت دونجا زبال، ولا بتعرف تلعب كوره ولا تبص كوره، بتضحك على اللعيبه، بتاخد الكوره من حسام تديها للونش، من الونش تديها مش عارف مين. فانت لا. وشاف واحد بكواليتي زي عبد الله السعيد، تعالى يا عم عبد الله انا هطبق فكره بيرلو في الميلان، انا العبك بلاي ميكر متاخر. ولعبت احلى كوره في الفتره دي، لعبت احلى كوره لما كان عبد الله بيلعب 10 متاخر مع جوزيه جوميز. ليه؟ عشان كان بيعرف يطلع بالكوره. الكوره عايزه دماغ، الكوره عايزه حاجات انا شايفها العب السهل. عبد الله السعيد لاعب الكوره بيطلع من يفك الضغط وبيطلع بالكوره من تحت الضغط ويوزع لعب ويعرف يحافظ لك على الكوره، يبقى سهله وبسيطه. اخدك انا اسقطك من قلبين دفاع، انا اللي ابدا بالكوره. انا عايز كوره واحده النهارده احنا عرفنا نطلع بيها من تحت الضغط، او عرفنا نطلع بالكوره اصلا النهارده. اقسم بالله دونجا كان النهارده واقف بين سد باكين بيعمل ايه؟ بياخد الكوره من حسام يديها الونش، الونش المنتاج لعمر جاب، واسمي بدور كوره وهو يا عم خلاص. عارف انت لو لعبت عبد الله كنت ملعبه على الدايره 8 هو اللي يطلع بالكوره وزودت دونجا قدام،
عشان انت مش عايز يعني تطلع دونجا عشان بيقطع كور وحاجات من دي، اقول لك ماشي، اقول لك انت كده عوضت دونجا انه يطلع بالكره، وعوضت النقص اللي عنده بان عبد الله هو اللي بيطلع بالكوره، والله عادي. انما انت ما عملتش كده، انت برزت عيوب دونجا ان هو ما بيعرفش يطلع بالكوره، طب خليته هو اللي يطلع بالكوره وعبد الله 10. طب هي فين الكوره اصلا اللي بتوصل عشان عبد الله يكمل في ال 18 عشان يبقى 10 اصلا قدام عشان يوزع لعب؟ هي فين الكوره اللي بتيجي من ورا اصلا؟ في عشوائيه كبيره قوي النهارده في الزمالك، في عشوائيه كانك بتكمل الموسم اللي فات. هل انت مطمن؟ انا مش مطمن، انا لسه بدري على نحكم على الفريق، لسه بدري على المدرب ده حلو ولا وحش، لسه بدري على ده كله، انا متفق معاكم. بس انا مش مطمن، من حق اقول ان انا مش مطمن. هل هو بقى هيتالق بالفرقه ويكسر الدنيا؟ والله يكون اول داعمين، بس حاليا انا مش متفائل. وبرضه اخر الماتش نفس العشوائيه، تكمله بل العشوائيه اللي احنا بنلعب بيها. التبديلات النهارده اخر الماتش غريبه قوي، مش مفهومه. انت منزل لي عبد الحميد معالي بتلعبه وينج مش على عدلته، منزل لي عمرو ناصر بتلعبه فرود مع ناصر منسي. طب ليه ما دخلتش احمد شريف على القايمه لما انت عارف ان شيكو بنزا مصاب فاستبعدته ومعكش غير ادم كاي؟ رغم ان انا مش موافق، بس معكش غير ادم كاي، طب ما تدخل احمد شريف بقى في القايمه. على الاقل احمد شريف بيلعب وينج، كان بيلعب الموسم في فرق وينج. اهم المميزات اللي اكتسبتها في الماتش ده ان انا شفت ان انا عندي فرود بيعرف يلعب كوره، دي بالنسبه لي بالدنيا. انا شفت ان ده الدباغ كله كوره النهارده كانت بتتلعب له، كان واحد بيكون في ظهره وواحد قدامه وكان بيطلع بالكوره، وكان بيلم الاثنين وبيعدي بالكوره وبيعرف يحافظ على الكوره. ما صامش الباص بتاعته انه يحط جول لان اصلا ما فيش كوره وصلت له، فده ما يتلمش عليها لان هو فرود اصلا، فده ما يتلمش على حاجه النهارده. هو هيتقيم، لو هتقيمه بتقييم اقل، بس غصب عنه، غصب عنه هو معذور. ما فيش كوره وصلت له، ما فيش كوره هو ضيعها عشان تقول انت اتصرفت وحش، لا، بيعرف الكوره ما بتطلعش منه بالسهوله عامه. فده الدباغ لا، لعيب مبشر، واخوان الفينا ده بقى لعيب مبشر. ايه بقول لك اخر موسم هيبقى نجم الموسم، انا عارف انا بقول ايه، وانا وانت اهو والايام بينا. انا بالنسبه لي النهارده اللي كان شايف، اللي كان متالق في الماتش شويه محمد شحاته، بس اصلا محمد شحاته بيتالق كل ماتش، فانت المفروض بجد لما تيجي تختار رجل الماتش قول محمد شحاته وواحد تاني. والله العظيم يعني مثلا انا بالنسبه لي النهارده مع محمد شحاته، لو جيت تبص انت مش هتلاقي غير الونش. يعني انا شايف ان الونش النهارده عمل ماتش ممتاز. انا شايف برضو من ضمن الحاجات اللي انا شايفها ان حسام عبد المجيد يقعد بقى دكه شويه، مش عايز تجدد، مش عايز تقعد، اللي سمعت انه عايز يجدد. فانت لو مش عايز تجدد اقعد على الدكه بقى وقوم لاعب محمد اسماعيل، ما اعرفش هو حلو ولا وحش، بس على الاقل عشان ده مش مستوى حسام عبد المجيد. انا بالنسبه لي عنوان الماتش النهارده عشوائيه، لسه بدري على الدوري ودي الجوله الثانيه، ولسه بدري على المدرب وعلى الحكم وعلى كل حاجه، وممكن تشوفوني ان انا ببالغ، بس انا مش مطمن اللي جاي في الزمالك. السلام عليكم.